الخط الامامي في تطوان من لامبيكا من ثانية الرمل، حيث الموعد والانطلاق لمباراة ستجمع بين فريق المغرب التطواني بجماهيره العريضة في المدرجات التي يبات إلا تكون حاضرة للمساندة والتنقل كبير أيضا لجماهير فريق. اختار خيار التصويب، اختار خيار الأنانية، وأن يبحث لنفسه عن هدف أول في مواجهة اليوم، عن هدف أول أبطال أفريقيا من خلال مواجهة قوية أمام فريق ميلودي سان داونز، ليكون فريق الجيش الملكي. رفع الكرة والتمرير الجانبي داخل منطقة الجزاء، محاولة ممتازة لكن لم تكتمل، لعبت بشكل صحيح. عملية هجومية، محاولة من حمزة، تصويبة، هذه محاولة أخطر، هذه كرة مرة ثانية من أقدام نفس اللاعب حمزة يكمل، حمزة اللي كان بإمكانه أن يضعها في الشباك. تحدثنا على فريق الجيش الملكي، الآن الحديث على فريق المغرب التطواني. 7 مباريات فريق المغرب التطواني اللي خاض في الدوري على مستوى الخط الهجومي. كرة من الجيش الملكي، فرصة ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. ضربة مرمى تأتي في هذه اللحظات مع المتابعة. ماذا يفعل؟ يرفع لكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة مواتية من جانب فريق الجيش الملكي، وضربة مرمى يقول الحكم على عنوان الفوز والظفر بالكاس. كرة ممتازة على مستوى الخط الأمامي أمام خبرة لاعب اسمه نسم مرابط الذي تمكن من إيقاف الكرة الماضية، من إيقاف المحاولة الماضية بشكل جيد. مخالفة هذه كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة، فرصة، إمكانية تصويبة من محمد ربيع حريمات، جوج ديال المرات كيقوم بالتصويب. كترجع عند رضا سليم، تصويبة، فرصة بالراس ومباشرة للزاوية. يضغط الجيش، حلقة مفقودة لأن الجرأة الهجومي غير متواجد. لاحظوا هذا هو المدافع. كرة تنفذ من رضا سليم، تيجان لامين دياكيتي، بناء العملية الهجومية من الجهة اليمنى، وحمزة إيغمان يمكن أن نقول أنه أحد اللاعبين المتحررين بشكل كبير في الخط الأمامي. رضا سليم كيرفع الكرة ديالو أمامية، محاولة سقوط داخل منطقة الجزاء. الحكم يقول وصل اللاعب، ليس هنالك أي شيء، والكرة بين يدي الحارس. لاحظوا هنا كرة أمامية مباشرة صوب الحارس أيوب الكرد اللي جاته فرصة الآن كيحاول يمر أمام جوج ديال اللاعبين، ضاعت له إيمانويل، والحكم يتدخل يقول هنالك مخالفة. فرصة كترجع مرة ثانية لتكون من جانب رضا سليم، والتصويبة ديالو هو هذا دين دراك العام كيقوم تصويبة مباشرة. الإشارة يعني 23 سنة حنا شفنا محاولة، ولكن مباشرة إلى خارج. رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، هذه محاولة صوب الحارس أيوب الكرد اللي كيتمكن يفعل، سيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء. هذه فرصة بين التمرير والتصويب، كانت الكرة الماضية ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. عملية هجومية من عدم الفتي، كيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء مباشرة صوب الحارس، صوب الجيش الملكي، تمريرة، والحارس يحيى الفلالي رفع الكرة داخل منطقة الجزاء. هذه فرصة ديال التصويب، كمان تحدثنا عن هذا اللاعب من زمان، قلنا انه صغير السن ب 21 سنه فقط، العنصر المضيف في الخط الامامي في المغرب التطواني. امكانيه ديال الانسان من عادل الحسناوي بالصدر ديالو كينسب الكره، ايوب ديالو ادم النفاتي يحاول يصوب، تصويبه صوب الحارس يحيى الفيلالي كان في مكان مناسب. هذا سمرابط حذيفه، تمريره داخل منطقه الجزاء، تصويبه، ولكن ما تمكنش من استثمار ديالها بشكل مناسب. الدخول داخل منطقه الجزاء، تمريره، فرصه تيجا دياكيتي كيصواب، يضيع كره الهدف. كره في الخط الامامي كان بامكانه انه يستثمرها لاعب فريق الجيش الملكي لامين دياكيتي. الجيش الملكي هذا من الفاتي، حكم يعود للخطأ الماضي. إبعاد للخطورة، الصواب الأقرب، يترك المهمة لحارس المرمى أيوب الكرد. داخل منطقة الجزاء، فرصة ديال الهدف من جانب فريق الجيش الملكي، لم تستثمر، والحكم يعلن في هذه اللحظات عن ضربة جزاء. الحكم كان قريبا من العمل، فيها ضربة جزاء. الحكم
بوركيس يسير ويسجل الهدف، يسجل الهدف. رصاصة الرحمة من نقطة الجزاء. الجيش يونيت برازيل الشوط الثاني والمباراة بهدفين في الأنفاس الأخيرة لتروا كولور. عشاق نعم الألوان الثلاثة المحبوبة للجيش الملكي هكذا يتابعون، هكذا. هذه فرصة ديال صويبادا، الأول حمزة كمان. تحدثنا عن هذا اللاعب من زمان، قلنا أنه صغير السن ب 21 سنة فقط، العنصر المضيف